انا مش عارفه اتعامل مع الناس ولا قادره ادخل في علاقات. طيب كل ده بيكون نتيجه ان احنا عندنا ذكريات في الماضي، او عايشين بعقلنا جوه الماضي، جوه البوكس بتاع الماضي اللي هو كله مشاكل وكله حاجات مؤلمه للنفس. بس انا عايز اقول لكم حاجه، احنا كلنا مفيش حد ما عندوش حاجات بتؤلمه في الماضي. مفيش حد لو قعدنا يعني حكينا قصص كتير او كل واحد حكى قصته، هتلاقي ان كل واحد عنده حاجات كتير بتؤلمه. بس الفرق انه في حد بيعرف يتخلص من الماضي وبيتخلص من الحاجات دي وبيتعامل معاها على انها حاجات كانت درس ليا واتعلمت منها حاجات كتير، وان هي ادتني خبرة هتعامل فيها مع المستقبل. فحاول تخرج بره فكره التعاطف مع الذات وفكره ان انا عايش جوه الماضي، لانه مش هيفيدك بحاجه غير انك لو خدته بشكل ايجابي، انه ده كان درس ليك، وان المواقف اللي انت هتتحط فيها في المستقبل هتعرف تتعامل معاها بشكل افضل نتيجه خبره الماضي. استني اسئلتكم وتعليقاتكم على الفيديو. حياه سويه مع اسلام انور، والسلام عليكم.